الداعي إذا دعا. إذا دعا. تعرف بعض العلماء ايش قالوا؟ قالوا سبحان ربي العزيز لم يرد أن يجعل بينه وبين عباده واسطة حتى ولو كان الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام عليه وآله أفضل الصلاة والسلام يكون لله. لأجل ذلك التوحيد في الإسلام أحسن من النصرانية واليهودية، لأن نحن المسلمين لا نحتاج أي أحد لكي ندعو الله. عندنا علاقة كما أقول لك علاقة قوية بالله، ما في واسطة، على طول الحمد لله. فأخي الكريم أنا أجي ذلك نصيحتي لك وللشيعة، عليكم بالقرآن. نعم نعم، نحن نتبع القرآن أخي. وأنا أقول لك شغلة، خلاص أنت تعرف القرآن؟ أنا أعرف القرآن. خلاص اقرأ هذا قرآن. هذا أنا شيعي ولا مش شيعي؟ هذا قرآن الله. اسمعني يا حبيبي، اقرأ دقيقة بس دقيقة. هاي شنو هذا؟ دقيقة، هذا شنو هذا؟ دقيقة بس، خلينا بس أوضح لك عشان شنو تعرف. وأنا الحمد لله وشكر متوضي. هذا شنو؟ هذا قرآننا ولا لا؟ هذا قرآن المسلمين ولا مو قرآن المسلمين هذا؟ خلاص اقرأ سورة المرقوس. اقرأ سورة المرقوس. شنو يعني سورة المرقوس؟ ما فهمتك. اقرأ سورة المرقوس. ما حافظ سورة المرقوس أنت؟ لا ما حافظ صراحة. أقرأ قرآن بس أنا ما أحفظ. أنا ما حافظ سورة المرقوس. أنا ما قول لي بدايتها أنا أقول لك إياها. كيف أنا أقول لك؟ أنا نساعدك؟ لا أنا تقول لي اقرأ سورة أنا أقول لك حافظ القرآن كله. أنا ما حافظ القرآن كله حبيبي. كم من سورة في القرآن؟ كم من سورة؟ دقيقة. لا ما أعرف. داخل 114 سورة حبيبي. ما في سورة كلها مرقوس. ما في سورة اسمها المرقوس. طيب أوكي، أنا ما قلت لك أنا حافظ القرآن كله، صح ولا لا؟ يا أخي والله أنا ما حافظ القرآن، لكن أخي القرآن لابد تقرأ، لابد تعرف السور في القرآن يا أخي الكريم. عليك أنت أخ محترم. طيب هذا طيب أخوي شمسي، هذا عند الاطلاع بالدين. الإنسان لما يكون مطلع بالدين وايد لما يكون مطلع بالدين وايد، مو كل المسلمين حافظين القرآن كله أو حافظين المعلومات اللي أنت قاعد تقولها. هذه نصيحة أوكي أنا أخذها منك. أنت نصحتني تقول لي أنت لازم تعرف كل شيء. أنا أقول لك لماذا أخي الكريم. أنا نعم بعض الناس غير حافظين صحيح، لكن أخي الكريم أنا الذي رأيته في الشيعة أو أكثرة الشيعة، ليس كلهم أكثرتهم، حتى ذكر هذا الحيدري، ذكر هذا حتى كثير من العلماء في حوزة الشيعة ما يعطوا أهمية للقرآن. هذه ليس كلامي، كلام علماء الشيعة. لا هذا كذب. أنا شيعي. اسمعني. أنا أقول لك شغلة زين. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله. أنا شيعي. أنا أقرأ القرآن يومي. أنا بلندن، أنا ساكن معاك هنا بلندن. تعال زورني يا أخي. أزورك إن شاء الله أزورك. ليش ما أزورك؟ أخو حبيبي وأحطك على راسي، ما عندنا مشكلة. شكرا بارك بس الله أنا اللي أطلبه منك احترام الناس. أنت لما تعم الشيعة، شوف أنا عمري ما دعيت الله سبحانه وتعالى وحطيت بيني وبينه واسطة. أدعي رب العالمين بالصلاة. أنا أدعي الله سبحانه وتعالى بالصلاة زين ولا؟ أنا ما عندي إشكال. أنت يجوز عندك إشكال بأمور ثانية، إنه أنا أذكر علي بالصلاة أو مثلا أقول مثلا أشهد أن عليا. هذه عندك أنا عندي يقينا عندي ما فيها إشكال. أنا ما راح تخرب صلاتي يعني. أخي الكريم شوف حبيبي، الدين ليس مبني على العاطفة. بارك الله فيك. لا مو على العاطفة. لا علي لماذا أخي الكريم؟ أساس الدين. حبيبي اسمع لي حبيبي. أنا أتحدى أي شخص، حتى اسأل علماءك، ما في شخص في وقت علي بن أبي طالب أراد أن يدخل الإسلام وقال له علي قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. ما في أخي الكريم بارك الله فيك. هذا كله أخي علي بن أبي طالب القرآن الناطق. علي بن أبي طالب ولي الله ومن الخلفاء الراشدين، هذا لا شك فيه، هو فوق الرأس والعين. حبه من الإيمان وبغضه من النفاق أخي الكريم، هذا ما في مشكل. لكن الشيعة وقع لهم نفس الطريقة مع النصارى غلوا في عيسى بن مريم، الشيعة كذلك غلوا في علي بن أبي طالب. أعوذ بالله. لا تقارن الشيعة مع النصارى. الشيعة يقولون عيسى بن الله. احنا ما قلنا علي بن الله. لا احنا قلنا علي ولي الله. أنا أقول لك، أنتم قلتم لي، أنتم تعرفوا ايش تقولوا في أصول الكافي في كتاب التوحيد؟ يقول أبو جعفر الصادق يقول بأن قول الله ولله الأسماء الحسنى. تعرف ايش قال أبو جعفر الصادق؟ نحن أهل بيت أسماء الله الحسنى. هذا كفر هذا يا أخي. من قال هذا؟ هذا في أصول الكافي كتاب التوحيد. إيه، أنت ما تعتقد بها هذه؟ أنت تعتقد بها الأسماء الحسنى هم أهل بيت؟
لا، اسماء الله الحسنى واضحات، واهل البيت عمود من اعمده دين الله سبحانه وتعالى. لا اسمع يا اخي، جعفر الصادق يقول ولله الاسماء الحسنى، نحن اسماء الله الحسنى. نحن اسماء الله الحسنى بمعنى انه نحن الذين قائمين لدين الله، وليس بمعنى ان هو ما يعني، شوف، ما كل كلمه تاخذونها يا اخي كفر هذا. لله الاسماء، الله له الاسماء الحسنى. الله يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الاسماء الحسنى يا الرحمن الرحيم. هذا كفر يا اخي. انا ازيدك في تفسير القمي وتفسير العياشي قول الله ولا تتخذوا الهين انما هو اله واحد. يقول جعفر الصادق أي معناها لا تتخذوا إمامين بل هو إمام واحد. انظر يرعاك الله يا أخي الكريم، كل الدين أصبح عن الإمام. حتى الشرك أصبح إمامين، التوحيد هو إمام واحد. ولا يا أخي أنت إنسان محترم أخي الكريم، اترك عليك هذا الدين، عليك بالتوحيد والسنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليا ولي الله. هذا لا شك في أخي، علي ولي الله. أنت فكرتني بالنصارى عندما أتكلم معهم يقول لي عيسى يحبك، أنا أحب عيسى كذلك. لكن اخي الكريم، شوف حبيبي، شوف اخي، انا والله انا عندي ضيوف الان. طيب انت انصحك اقرا القران والله، وان شاء الله اذا قرات القران بقلب منفتح تصبح سني ان شاء الله. والله ما يمر اسمعني، ما يمر اسبوعا الا وقرات القران مرتين او ثلاثه. اي سوره قرات انت؟ ما تعرف اي سوره قرات؟ كل الصور من الفاتحه لحد اخر القران. انا قلت لك ما احفظ، انا حفظ، انا ذاكرتي، انا انسان مريض، انت ما تعرف شنو خفاياي. انا انسان ذاكرتي متلوفه، انا ما احفظ. حفظ ما احفظ. انا حافظ. الله يقوي لك ذاكرتك. انا حافظ الله، رحم الله والديك. انا ذاكرتي، انا حافظ الايات القرانيه اللي احتاجها بالصلاه، هذول حافظهم لان ايات قصيره.